السلام عليكم، وياكم كادر مركز المهندس. اليوم عندنا هاي جيب جراند شيروكي 2022 شكل جديد. السيارة حادثة سرقة، بيها بعض المشاكل الكهربائية، منها الكاميرات المحيطية ما تشتغل إذا تلاحظون، وكذلك الكاميرا الداخلية أيضا ما تشتغل، وأيضا السيارة ما تحتوي على شاشة ثالثة، فقط شاشتين، هاي وهاي الوسطية، كذلك ما تحتوي مثل ما قلنا لكم على شاشة الباسنجر. راح نضيف لها شاشة ثالثة ونعالج موضوع الكاميرات. تابعوا الفيديو للنهاية. السلام عليكم، رجعنا لكم بهاي جيب جراند شيروكي 2022 اللي بلغناكم بداية الفيديو بأنه السيارة كانت تحتوي على مشكلة نظام الرؤية المحيطية للكاميرات. حاليا فضل رب العالمين توفيقه الكاميرات منها رجعنا يشتغلن بدون أي مشكلة. إذا تلاحظون هاي الخلفية والأمامية، وهذا السراوند فيو، كذلك الفورورد كاميرا، وايضا ضفنا لها شاشه ثالثه فضل رب العالمين توفيقه. راح نفترض لكم عليها مدش صفحه حتى تشوفوها. حاليا فضل رب العالمين توفيقه ضفنا لها الشاشه الثالثه، وهاي كل الاوبشنات مالتها، كذلك هاي الاوبشنات مال الكاميرات. هاي الكاميرا الداخليه الفاميلي كاميرا، وهاي الرير فيو، هاي السراوند فيو، بالاضافه الى برامج وتطبيقات البقيه. تحياتي.